سمعت او ما سمعت عن موضوع شيكابالا وفلوس الدورة الرمضانية اللي اذا انك ما سمعت اسمع 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 اسمع. شيكابالا يا شيكابالا، شيكا شيكا، بالا بالا، شيكا بيكا، هاتوا الفلوس اللي عليكم يا شيكابالا. يعني مش معقول، مش معقول يا شيكابالا خسران من الاهلي وسويت هذه الحركة وما قدمت شيء في المباراة، والآن فلوس الدورة الرمضانية. اسمع معي عزيزي المشاهد واستوعب الموضوع. غرد الأمير عبد الله بن سعد بن عبد العزيز آل سعود قائلا: للأسف لاعب غير مسؤول ولا احترم الاتفاق اللي كان بيننا، استلم مقدم العقد في بيته في مصر وظل يؤكد حضوره لغاية أمس بعد الحجز له ولسبعة مرافقين، مش مرافق واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة ولا ستة، 7 مرافقين يا شيكابالا يا كبرها عند الله، ولم يحضر اليوم حسب الاتفاق. ان شاء الله راح اتخذ معاه اجراء قانوني. هذا كلام سمو الامير عبد الله بن سعد. للي يسال شو الموضوع وش السالفه، دوره رمضانيه مميزه رائعه واكثر من رائعه. طيب احد الاشخاص اللي اتفقوا معاهم هالسنه مين؟ شيكابالا، شيكابالا. قالوا له تعال شارك، يشرفنا وجودك في الدوره الرمضانيه. قال حاضر من عندي قبل العندي في رمضان. في رمضان يا شيكابالا. شو نسوي فيك يا شيكابالا؟ شو نسوي؟ هاتوا الفلوس اللي عليكم، هاتوا الفلوس اللي عليكم. شيكابالا ده ود منحوس مش راضي يرجع لنا الفلوس. ده الفأري ولو حتى علقوا على دماغه فانوس. طبعا اكيد سمو الامير ما راح يوصل لهالمرحله وينزل تغريده امام الكل في منصه اكس الا وانه استنفذ كل الطرق. وشيكابالا اذا انك ما بتحضر او تاخرت او عندك ظروف، الموضوع مش موضوع فلوس ما في شك، لكن الموضوع موضوع مبدا. لكن انك تسحب بهذه الطريقه لا حبيبي، رجع الفلوس، هات الفلوس يا حبيبي، هات الفلوس ولا تحضر الدوره الرمضانيه.